بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البلوبيف في البيت. البلوبيف ده من اكتر الحاجات اللي انا بحبها، بس بصراحه ببقى قلقانه جدا لما بشتريه من بره. ان ما كانتش شركه مضمونه ومعروفه ما بحبش اشتري اي نوع وخلاص. فهنعمله بقى في البيت بطريقه نظيفه جدا، وهنعمل كميه كبيره وهتبقى موفره كمان معاكي. اول حاجه انا بجيب نص كيلو من اللحمه المفروم، وبتبقى اللحمه يعني فيها نسبه دهون كده ملبسه يعني. وبجيب ده دهن اسمه دوش، وانتوا بتجيبوا من الجزار قولي له عايزه ربع كيلو دوش. خلاص، باجي بقى الدوش ده بقطعه. ميزه الدوش ده هو دهن، بس دهن ما بيسحش، يعني بيبقى دهن كده فيه حتت، هتشوفوا دلوقتي. بنقطع الدوش حتت صغيره زي كده. وبعد كده باجي بقى في حله، بحط معلقه سمنه وبحط عليها الدهن اللي هو الدوش ده. هنقلبه بقى مع بعض مع السمنه كده، طبعا تكون الحله سخنه جدا، ونقلبه بقى مع بعض. زي ما انتم شايفين مسحش، هو نزل نسبه دهون بسيطه بس هو نفسه مسحش. ابتدي بقى اضيف اللحمه، النص كيلو لحمه اللي عندي، واشوحها شويه مع الدهن ده. هنحط بقى الطماطم والبصل. في ناس بتحطهم سلام، انا بشرتهم قلت عشان يتهروا مع اللحمه وما يبانوش. هنحط طماطمايه وبصلايه كبار مبشورين او سلام متقطعين يعني، ونقلبهم مع اللحمه يتشوحوا شويه. بعد كده بقى هبتدي اضيف البهارات، ونخلي بالنا من البهارات كويس جدا. بحط معلقه بابريكا مدخنه، معلقه ملح، معلقه فلفل، نص معلقه حبهان، معلقه سكر. هي الثلاث بهارات دي اللي بتطلعهولك زي طعمه زي بره بالظبط. بنقلبهم ونشوحهم شويه، نسيبهم يتشوحوا شويه يستووا كده بمعنى اصح. بعد كده بضيف لهم، انا هنا ضفت كوبايه ميه بس، كوبايه الميه طلعت كبيره، فانت ضيفي نص كوبايه ميه بس. يعني ما تضيفيش كوبايه ميه زي ما انا ضفت، ضيفي نص كوبايه بس. بعد كده اسيبهم بقى لغايه ما يستووا يتهروا خالص. على بقى ما بيستووا بجيب معلقتين من الجيلاتين البودره، بس طبعا نجيبه من مصدر كويس ويكون نوع كويس، واحط عليه شويه ميه سخنه. يعني شويه ميه اللي هي تخليهولي يدوب، والميه تبقى سخنه قوي عشان يدوب معايا بسرعه. شويه ميه صغيرين كده ادوبهم فيها. وبعد كده باجي بقى اللحمه عندي خلاص استوت، بحطها في الشفشق بتاع الخلاط بالميه بتاعتها، وبحط عليها الجيلاتين البودرة اللي احنا دوبناه. هو كده بياخد بتاع 5 دقايق كده على ما بيدوب، واضيفه بقى على اللحمه بتاعتنا. احط نقطتين من اللون الاحمر اللي هو لون الطعام الجيل، علشان يدينا نفس لون البلوبيف الجاهز بالظبط. هاجي بقى في قالب بتاع كيك، هدهنه زبدة كويس قوي، واحط فيه الخليط بتاعي واسيبه لغاية ما يبرد. اول ما هيبرد هنعرف ازاي ان هو برد. هنبص نلاقي الحروف بتاعته بدأت تجمد شوية زي ما انتم شايفين كده. نروح مغطينها بقى بستريتش او بكيس، وندخلها الفريزر لغاية ما تتجمد خالص. تقدروا تعملوها في علبة، يعني لو عندك مثلا علبة تلاجة مربعة على شكل علبة البلوبيف كده تقدروا تعملوها فيها برضو. بنقلبه بقى، بنقلب البلوبيف بتاعنا. طبعا هو متجمد، انا سيبته لغايه ما اتجمد، وبعد كده بقى بطلعه ببتدي اقطعه. هو عشان متجمد فبتقطع بصعوبه شويه. ده كده شكل البلوبيف بتاعنا. عايزه اقول لكم ما يفرقش حاجه عن الجاهز خالص، جربوه وعلى ضمانتي، يعني جربوه بجد وعلى ضمانتي. لو انت عايزه البلوبيف خشن ما تضربيش اللحمه قوي، يعني اضربي اللحمه نص ضربه كده. لو عايزاه ناعم يبقى اضربيها قوي. طبعا دي حاجه بقى ترجع للاذواق بتاعتنا. هنا انا عملته ببيض، تقدروا بقى تعملوه ببيض، تعملوه بطماطم، تعملوه كده تحمروه كده. في كل الاحوال هو طعمه تحفه. لو كنتوا بقى وصلتوا لحد هنا من الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.